البامية الويكا الصعيدي طبق مصري أصيل من قلب الصعيد، سهلة وبسيطة ومغذية وحرشة كده، وبيتعمل جنبها بقى فلفل كده بتوم تحفة. ناكله جنبها كده بتاع 20 رغيف. تعالوا النهاردة شوفوا طريقتي السهلة والبسيطة بجد خطيرة. أول حاجة هنا جبت البامية بتاعتي، أنا بجيب البامية كده على بعض فبفرزها وبطلع الحجم ده بعمله للبامية الويكا، وباطلّع الحجم الصغنّن خالص اللي هو بيبقى زيرو ده، باطلّعه وباعمله بامية بصلصة اللي هو طبيخ يعني. جِبت بقى هنا البامية غسلتها كويس جدًا ونقعتها كده شوية في مَيّة وخَل زي أي خضار وفاكهة بنغسلها، وبعد كده صفّيتها كده في المصفى بتاعتي خالص لغاية ما اتصفِّت، وبعد كده شِلت بقى الجزء اللي من فوق ومن تحت عشان أبتدي أخرّطها. هنا بقى أنا باورّيكم أنا باخرّطها إزاي. هي في الآخر هي بتتضرب كده، يعني قطّعتوها صغيّر أو كبير مش هتفرق. ولكن أنا باحاول إن أنا أقطّعها قد بعض كده، علشان أولًا ما تاخدش وقت في السِوَى، تاني حاجة عشان كلّها تستوي كده سِوَى واحد مع بعض، وعشان كمان لمّا أفرّزها تبقى معقولة كده في الكيس. يعني أنا ساعات بافرّزها هاوريكم دلوقتي أنا بافرّزها إزاي، وساعات باعملها على طول. هنا كده أنا خرّطت خلاص الكمية كلّها، تقدري طبعًا تعمليها على طول، وتقدري إن أنتِ تفرّزيها تقعد معاكِ بقى بالسَنة تطلّعي منها زي ما أنتِ عايزة. أنا قسّمتهم هنا على كيسين، وقُلت أحطّهم في الفريزر وبعد كده أطلّعهم أعمل منهم وقت ما أنا عايزة يعني. باعمل الكمية بقى اللي أنا عايزاها سواء دي أو سواء اللي بطماطم، وأنا برضه هاعمل لكم الزيرو دي بعد كده بإذن الله في فيديو تاني، أورّيكم أنا باعملها إزاي. حطيتها بقى في الفريزر وطلّعتها هنا علشان أعملها معاكم. بنعملها إزاي بقى، هنجيب أي شوربة عندنا، يُفضّل إن هي تكون شوربة لحمة عشان يبقى طعمها حلو، ما عندكيش شوربة لحمة يبقى شوربة فراخ، ما عندكيش شوربة فراخ يبقى مَيّة ومرقة عادي جدًا زي ما إحنا بنعمل أي حاجة. هنا حطيتها في الشوربة المغلية، وحطيت عليها شوية خَل لإني أنا ما عنديش ليمون، حطيت شوية خَل عشان ما تسوَدّش. هنا بقى ابتديت تدخل خلاص في السِوَى، خلاص دبلِت أهي زي ما أنتم شايفين، باطفّي عليها بقى وباسيبها تبرد خالص قبل ما انتقل للخطوة التانية. عقبال بقى ما تبرد هاعمل الطشة بتاعتها، حطيت هنا سمنة بلدي، وطبعًا تحطّوا اللي أنتم عايزينه زيت، أي مادة دهنية أنتم بتستخدموها. حطيت هنا توم، وهنعمل لها طشة، طبعًا هنا كزبرة، طشة زي بتاعة الملوخية بالضبط. هاقلّب كده الاتنين كده مع بعض لحد ما يوصل للون الدهبي الجميل ده، هاطفّي عليها، وهاروح بقى أكمّل بقية البامية، هي كده خلاص بردت، هاعملها بقى في الخلاط. نخلّي بالنا جدًا وإحنا بنعملها في الخلاط مش هندوس على الزرار العادي اللي هو فوق ده، لأ هندوس على الزرار بتاع النبضات ده، علشان البامية ما تتضربش منّي أوي، لو اتضربت أوي هتعمل عرق مش هتعرفوا تعالجوه، وكده هتبقى باظت منِّك. فشايفين أنا اديتها كام ضربة بس بالزرار بتاع النبضات ده، عشان ما تعملش العرق الوِحِش اللي إحنا مش عايزينه. شايفين القوام هنا عامل إزاي؟ زي الفل. هاحط بقى عليها الطشة بتاعتنا، هتبقى خطيرة. بُصّوا بقى الجمال والحلاوة، أكلة بقى صعيدية من قلب الصعيد، أكلة تحفة. وطبعًا الأكلة الجميلة دي ما تحلاش بقى غير بطبق كده فلفل جميل جنبها. هاوريكم دلوقتي بقى طبق فلفل جميل، 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 يعني يفتح النِفس. تعالوا بقى نغرف هنا البامية، شايفين بقى القوام بتاعها، أنا باوريكم القوام بتاعها علشان ولا هي تخينة أوي ولا هي سايلة. بُصّوا الجمال، بُصّوا الخضار، بُصّوا الحلاوة. طبعًا شوية الخل اللي إحنا حطيناهم ما خلّوهاش تسوَد. بُصّوا بقى الطبق ده، الطبق ده لوحده عايز بتاع 10 ترغيفة كده، 10 ترغيفة كده بالتوم كده، وخطير، خطير، خطير، بجد تحفة جدًا. أكلة كده تفتح النِفس وحرشة، وتقعدي بقى تاكلي فيها كمية عيش يعني من هنا للسنة الجاية، وأصحاب الدايت يمتنعون. بُصّوا الريحة بقى تحفة. أشوفكم بقى على خير في وصفات جاية، وباي باي.